الهدف اليوم هذه صيغة أخرى ديال التواصل، صدقوني المقصود منها بالنسبة لي أمران. الأمر الأول، أريد منكم إن شاء الله الرحمن الرحيم في النهاية أن تكونوا أكثر وثوقية في بلدكم، وأن تتشجعوا لكي تستثمروا، خصوصا ودعوني أقولها لكم بكل صراحة في ميدان الصناعة. هذا لا يفيد أن الميادين الأخرى، ولكن الميادين الأخرى كلها الحمد لله انطلقت، يعني العقار الأمور ديالو معروفة، الفلاحة كذلك، يعني السياحة نفس الشيء. ولكن قناعتي أنه لا يقوم شيء مقام تصنيع البلد. فبغيتكم تعاودوا إن شاء الله الرحمن الرحيم تشجعوا باش السنوات المقبلة تكون السنوات ديال الاستثمار اللي غترافقكم فيها الدولة في مجال الصناعة بالخصوص وفي المجال الأخرى كذلك. وأنا أريد اليوم أن أسمع منها. أنا طلبت التغيير ديال البرنامج ديال اليوم باش تكون عندكم فرصة تكلموا معايا شنو تعتقدوا الدولة خصها تعمل باش هاد العوائق اللي كتحول بينكم وبين الاستثمار حسب الإمكانيات ديالكم. بمعنى آخر ما كنطلبش منكم تعملوا شي حاجة فوق الإرادة ديالكم، ولكن كاين بدون شك واحد الحد اللي المغرب تيستحقوا. المغرب كما لا يخفى عليكم هو دولة متميزة، عنده تاريخ متميز. خلينا نقول لكم بلا ما ندخل في الغرور باللي عنده واحد الشعب متميز تيستحق باش يكون عنده واحد المجالات ديال الاستثمار متميزة. وحنا اليوم بعد الله سبحانه وتعالى القرار في يدينا، ما خصناش نبقاو نتصرفوا على انه كاين شي حاجه اخرى. القرار في يدينا، الحاجه اللي تصورناها كاينه فيها المصلحه غادي نعملوها في الاطار ديال المؤسسات ديالنا. الحمد لله كاين الحكومه، كاين البرلمان، كاين جلاله الملك على الراس ديال الجميع، والتحاور معاه مستمر. والحاجه اللي غنحتاجوا له فيها غادي نطلبوا الراي ديالو فيها، وعلى كل حال ما يمكنش يكون حتى شي حاجه الا وهو على علم بها والا وهو يأذن بها. اذا لهذا السبب فانا سعيد باش نتلاقى معكم اليوم. ولا بقيت رئيس ديال الحكومه، هذه القضيه تنقولها باستمرار، راه ماشي معنى ان كاين شي تهديد مباشر في الافق قريب الله اعلم، ولكن لانني دائما كنتكلم على الغيب بشويه ديال التواضع، والغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. الله تعالى كيقول ولا تقولن لشيء فعل ذلك غدا الا ان شاء الله. الا بقيت الرئيس ديال الحكومه عندي رغبه باش نعاودوا نتلاقاو، اذا كان من في الحد الادنى واحد المره في السنه في لقاء واضح وصريح اللي تقولوا لي فيه شنو هما العوائق اللي كتلقاوها، خصوصا ان اليوم المغرب منفتح على عوالم اخرى. ثم ربما ما تتلاقاوش مع رؤساء الدول، رؤساء الدول ديال افريقيا بالخصوص اليوم تيقول لك حنا طالبين الان المغرب ديال الساحل العاج ديال السنغال، ديال واحد العدد كبير ديال الدول اللي بغاو نشاركوهم التجارب ديالنا. والتوجيهات ديال جلاله الملك واضحه في هذا المجال، والدوله من واجبها باش ترافقكم في هذا الاتجاه، فضلا عن شركائنا التقليديين، لانه هذا ماشي معنى انه غادي نبدلوا الامور. Félicitations.